اتفضل يا الو، محمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دكتور انا باخد رايك، يعني انا مش عارف على راي المثل خيرا تعمل شرا تلقى، ولا انا مش عارف يعني حضرتك في ان انا غلطان ولا مش عارف في ايه. واحده ست اتجوزتها يا دكتور، كانت ماشيه في طريق مش كويس ونقصتها منه واتجوزتها. بعد ما اتجوزتها برضه اشياء القدر ما تابتش، طلقتها بعد 23 يوم. اشياء القدر كانت حالها مشاكل، محاضر كيديه وفي الاخر يا دكتور تخليني بمشاكلها دي اطلق زوجتي الاولى اللي انا عشت معاها 14 سنه. انا مش عارف اعمل ايه مع الست دي. طب وليه يعني؟ هل دي جزاتي؟ انا فعلا نقصتها. نشكرك يا محمد. معلش، انت بتقول انت انقذتها وهي كمان بتقول انا غلطانه اللي رضيت بواحد اهبل زيه. كل واحد بيتهم التاني يا محمد، لكن اعمل ايه؟ ربنا حل الدنيا كلها، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. مادام احنا اتجمعنا بمعروف، لم نتفق وهي ما خلتكش تطلق، انت اللي راجل دماغك تعبانه. مفيش حاجه اسمها حد يخليك تطلق. انت ما كنتش مسلوب الاراده عشان تطلق مراتك وام اولادك. عايز تتجوز وقادر، اهلا وسهلا، لكن حد يشترط عليك ده منهي عنه. لا تسأل مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر زوجها أن يطلق أختها. النبي أكرم